ليفربول يعود لسكة الانتصارات في الدوري الانجليزي في ديربي الميرسيسايد. ليفربول وايفرتون. طبعا النهارده ليفربول عمل مباراة مميزة جدا النهارده على ايفرتون، وكان باين من اول دقيقة في المباراة ان هو نازل عينه على الثلاث نقاط وما عندهوش بديل غير الثلاث نقاط بعد النتائج السلبية الكبيرة اللي تعرض ليها الفترة اللي فاتت في الدوري الانجليزي. فمن اول دقيقة ضغط عالي برتم عالي بسيطرة باستحواذ دفاعيا، كان بيضغط بطول الملعب بشراسة دفاعية كبيرة جدا في الثنائيات في الالتحامات. من اول دقيقه سيطره واستحواذ كامل لليفربول، لدرجه انه الاستحواذ وصل لليفربول في الشوط الاولاني لاكثر من 80%. هجوميا كمان قدر يشكل خطوره على ايفرتون في الشوط الاولاني، وكمان قدر ان هو يحرز هدف التقدم في الدقيقه 36 عن طريق محمد صلاح، على الرغم طبعا ان ايفرتون كان بيدافع بشكل كويس جدا في الشوط الاولاني بال4-5-1 وما كانش فيه اي مساحات بين الخطوط، وكان طبعا بيقفل بشكل كويس جدا على ليفربول على اطراف الملعب. لكن صحيح ايفرتون كان كويس جدا دفاعيا، لكن هجوميا كان سيء جدا طوال المباراه ومشكلش اي خطوره تذكر على ليفربول سواء في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني. ده كمان اخطر توقيت كان بيبقى فيه ايفرتون في خطر وهو مع الكوره، وده طبعا بان في الهدف الاولاني بتاع محمد صلاح والهدف الثاني بتاع ليفربول اللي كربونه من الهدف الاولاني بتاع محمد صلاح. وطبعا اخطر هجمه لليفربول في الشوط الثاني بتاعه بايزيتيتش ومحمد صلاح اللي كانوا رايحين فيها 4-2. فما تبص على الهدف الاول بتاع ليفربول، هدف محمد صلاح في الدقيقه 36، هتلاقي ان الكوره كانت كورنر لايفرتون، اتردت قطعها نونيز، عمل دبل باز مع محمد صلاح عشان يخرج من الضغط العالي. نونيز خد الكوره وعمل كونتر اتاك وجري بالكوره في نص ملعب ايفرتون والمساحات الشوارع اللي سايبها ايفرتون في نص ملعبه، نتيجه طبعا الاندفاع الهجومي الكبير جدا في الكورنر العرضيه لمحمد صلاح. الهدف الاول لليفربول. لما تبص على الهدف الثاني بتاع ليفربول في الدقيقه 49 تلاقيه كربونه من هدف محمد صلاح، تلاقي ان الكوره كانت مع ايفرتون بيحاول ان هو يبني هجمه، ضغط عليه بايزيتيتش قطعها روبرتسون، عمل دبل باس مع هندرسون، نفس الدبل باس اللي عمله نونيز مع محمد صلاح. روبرتسون استغل الكونتر اتاك وقطع مساحه كبيره جدا بالجري بالكوره في نص ملعب ايفرتون في المساحات الشوارع اللي سايبها ايفرتون، اداها لمحمد صلاح. محمد صلاح طلع ارنولد على اليمين، عمل عرضيه لكاكبو على طول الهدف الثاني لليفربول في الدقيقه 49. لما تبص على اخطر هجمه لليفربول في الشوط الثاني، الهجمه اللي راح بيها 4-2 على دفاع ايفرتون، هتلاقي ان الكره في البدايه كانت مع ايفرتون بيحاول يبني هجمه، ضغط بايزيتيتش قطعها، راح 4-2 هو وصلاح وفيرمينيو وجوتا، وكان سهل جدا ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى ايفرتون. فطبعا اخطر توقيت كان على ايفرتون وهو معاه الكوره وهو بيحاول يبني هجمه في نص ملعب ليفربول. فلاعيبه ايفرتون كانت بتفقد الكره بسهوله تحت الضغط بتاع ليفربول، وكان ليفربول بيقدر ان هو يستغل الكونتر اتاك بشكل كويس جدا ويستغل المساحات اللي في نص ملعب ايفرتون، وقدر ان هو يسجل هدفين النهارده، وكان ممكن يزود النتيجه ل3 و4 في الشوط الثاني. فمكاسب كبيره جدا خرج بيها ليفربول النهارده بفوزه على ايفرتون. اول حاجه رجع لسكه الانتصارات في الدوري الانجليزي بعد النتائج السلبيه الكبيره اللي تعرض ليها الفتره اللي فاتت. تاني حاجه الفوز بقى على الغريم التقليدي في ديربي الميرسيسايد ايفرتون. تالت حاجه واهم حاجه بالنسبه لليفربول واللي هتفيده الفتره اللي جايه بشكل افضل سواء بقى في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا، هو عوده المصابين وعوده القوه الهجوميه بتاعته سواء فيرمينيو ولا جوتا.